طيب الله أوقاتكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائل التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. فخامة الرئيس إسياس أفورقي يستقبل مساعد الشؤون الخارجية الإيطاليون في قطر يحتفلون بمهرجان السنوي. دورة تأهيلية لرفع مستوى قدرات معلمي المرحلة المتوسطة في مصوع. الناتو يسعى لتجنب أي مواجهة عسكرية مع روسيا. بنما والصين توقعان اتفاقيات. أردوغان ينتقد العقوبات على فنزويلا. استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي مساعد وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية السيد تيبور ناجي، وفي اللقاء الذي جرى صباح اليوم 4 ديسمبر في قاعة دندن للضيافة بالعاصمة أسمرة، أجرى فخامة الرئيس إسياس أفورقي والسيد تيبور مباحثات بناءة ركزت حول تطوير العلاقات الثنائية إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد فخامة الرئيس إسياس أفورقي عن جاهزية إريتريا لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات وتعزيز دورها. من جهته أوضح السيد تيبور ناجي استعداد بلاده لتحسين العلاقة مع إريتريا، وتوصل فخامة الرئيس إسياس أفورقي والسيد تيبور إلى تفاهم ليقوم البلدين بعمل مشترك لتعزيز اتفاقية السلام بين إريتريا وإثيوبيا إلى جانب تحسين العلاقات الثنائية. كما بحثت السيد تيبور مع معالي وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في قضايا مماثلة. وسوف يتباحث مساعد وزير الخارجية الأمريكية في الشؤون الأفريقية السيد تيبور مع مختلف المسؤولين في الحكومة الإريترية والجبهة. نظم الإريتريون في قطر مهرجانهم السنوي العاشر بحضور عدد كبير من المواطنين والضيوف المدعوين وأعضاء السلك الدبلوماسي وغيرهم من الضيوف. وحفل المهرجان الذي افتتح في 29 من نوفمبر المنصرم واستمر ل3 أيام، حيث اشتملت فعالياته على قرية تراثية تحتوي على المعدات التقليدية وأعمال يدوية وعروض موسيقية، إضافة إلى عروض فوتوغرافية تعكس الموارد السياحية وتاريخ إريتريا. وقال سفير إريتريا في قطر السيد علي إبراهيم أن مهرجان الإريتريين في قطر يلعب دورا كبيرا في تقوية الأواصر وتعزيز العلاقات مع الجاليات الأخرى، إضافة إلى ربط الإريتريين بثقافتهم ووطنهم. وقال أن مهرجان هذا العام يجري بعد رفع الحظر الجائر قبل القانون بتصدي وصمود الشعب الإريتري القويين، معبرا عن تهنئته الحارة بهذه المناسبة. من جهته قال السيد وليد ياسين رئيس الجالية الإريترية في قطر أن المهرجان يعكس جمال تعددنا ووحدتنا، مشيرا إلى أن من إيجابيات المهرجان أنه يعد جسرا دبلوماسيا وثقافيا للتلاقي مع الشعوب والجاليات الأخرى. وأضفت الفرقة الفنية التي ذهبت من إريتريا على فعاليات المهرجان روعة وجمالا. وفي الختام وزعت الشهادات التقديرية للجهات التي سعت لإخراج المناسبة الوطنية السنوية بهذا الشكل. أجرى مكتب وزارة التعليم في مصوع في 2 ديسمبر الحالي دورة تأهيلية ل51 من معلمي المرحلة المتوسطة تساعدهم في تيسير أعمالهم المهنية. وكان الهدف من الدورة التي اشتملت على سبل التدريس وإدارة الفصول وسبل تدريس الأقران ووضع الخطط وسبل تنفيذها ومعايير وسبل تحضير الامتحانات وغيرها من المواضيع. سعت لإحداث تقييم في قدرات الطلاب باكتساب معرفة شاملة في العملية التعليمية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة المهنية وتبادل التجارب فيما بينهم. وذكر مسؤول المدارس في المديرية الأستاذ إسماعيل الصالح بأن الدورة هي مواصلة للدورة التي قدمت مسبقا لمعلمي المدارس الابتدائية، مشيرا إلى أن المعلومات المكتسبة تلعب دورا كبيرا في تحسين قدرات ومستوى الطلاب، إضافة إلى دورها البارز في مساعدة المعلمين في أعمالهم المهنية. وأوضح بأن الدورة أيضا
ستقدم لمعلمي المرحلة الثانوية. وقال أن المشاركون بدورهم أنهم سيعززون المعلومات المكتسبة من الدورة المقدمة نظريا على أرض الواقع، مناشدين للدفع على البرنامج بشكل أوسع. وتوجد في مديرية مصوع 26 مدرسة بداية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. في إطار الجهود الجارية لتعزيز أنشطة محو الأمية، تم التوضيح في اللقاء الذي عقد في مديرية دقم حار لتقييم تطور محو الأمية عن بذل مساعي حثيثة والمكافحة لحدوث أي انتكاسة. وفي الاجتماع الذي عقد في 30 من نوفمبر المنصرم بحضور الجهات المعنية، ذكر الأستاذ أبراهام يعقوب المشرف على تعليم الكبار في المديرية بأن البرنامج نفذ هذا العام في 9 نقاط ب8 ضواحي، وأكمل 83% من 251 طالبا مسجلين من الصف الأول وحتى الثالث. من جهتها نوهت مسؤولة مكتب التعليم في المديرية الأستاذ ركبي كفلة أنه يتطلب جهودا حثيثة منسقة بين وزارة التعليم والإدارات لمحو الأمية. وتعهد مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد عندومزا ميكيل بأن إدارته سوف تقوم بكل ما في وسعها لإنجاح برنامج محو الأمية. نظمت شرطة مديرية بريخ في 2 من ديسمبر الحالي سيمينار تنوير للآباء حول تنشئة أبنائهم بقيم المجتمع والحد من العوائق. وأوضح قائد شرطة المديرية نائب المنازم عبد مريم برهانة بأن ابتعاد الشباب والطلاب من المشوهات لتوريث قيم المجتمع جيدا وجعلهم بعيدين كل البعد من الأخلاق السيئة والتأثيرات السلبية. وقدم نائب الملازم هبت مريم توضيحا مفصلا موفقا بالأرقام حول الجرائم والمخالفات المسجلة في هذا العام، مشيرا إلى أن معظمها تم القضاء عليها بمتابعة المجتمع وخاصة الآباء. من جهته ناشد مدير مدرسة سعد كريستيان الثانوية الأستاذ كستم مسكنة إلى تعزيز متابعة الآباء، لأن العملية التعليمية لا تنجح دون التنسيق القوي بين الآباء والمعلمين. وقدم الآباء آراء وتوصيات هامة من ضمنها خلق أرضية صلبة لمتابعة الآباء أبنائهم في المدارس، وتقديم توضيح باستمرار حول الطالب المنتقلين إلى الكليات ونتائجهم والقيام بتقييمها. أوضح سكان ضحية فنبو في مديرية وسط دنكاليا إلى تحقيق تطور ملموس في الحفاظ على صحتهم وخاصة صحة الأمومة والطفولة بفضل الاستفادة الجيدة من المؤسسة الصحية المشيدة هناك. وقال السكان أنهم كانوا يعانون في السابق للحصول على الخدمات الصحية وخاصة الحوامل، إلا أنه ومع بناء المؤسسة الصحية استطاعوا الحصول على خدمات جيدة عن قرب. وذكروا بأن حملات التوعية المنتظمة لعبت دورا كبيرا في تعزيز فهمهم الصحي، وظلوا يستخدمون العلاج العصري دون الالتفات للوسائل التقليدية. من جهته قال مساعد التمريض محمد عثمان أن ازدياد أعداد الواضعات حملهن في المؤسسة إضافة إلى الوعي الصحي الراسخ على المواطنين ساعد بأن تكون الضاحية نموذجية على مستوى الإقليم. إلى فاصل قصير مسمى فيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلس الناتو يانس ستولتنبرغ أن دول الحلف قلقة جدا إزاء تصرفات روسيا العدوانية، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الدفاع عن نفسها، ولكن مع الحرص على تجنب أي تصعيد خطير والحفاظ على وحدة الحلف. ويلتقي وزراء خارجية الدول 29 الأعضاء في الحلف بحضور وزير الخارجية الأوكراني في بروكسل لمناقشة الأحداث الأخيرة في بحر أزوف، حيث احتجزت القوات البحرية الروسية 3 سفن أوكرانية و24 بحارا الأسبوع الماضي. ويظهر حرص أعضاء الحلف الأطلسي على عدم دفع الروس إلى المواجهة العسكرية في موقفهم حيال مطالب أوكرانيا بعد قيام روسيا باحتجاز 3 سفن أوكرانية. وقعت بنما والصين 19 اتفاقية للتعاون بشأن التجارة والبنية التحتية والمصارف والسياحة ومجالات أخرى خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ التي تأتي بعد بدء علاقات دبلوماسية بين البلدين العام الماضي.
وتأتي الزيارة في وقت تعزز فيه الصين نفوذها في أمريكا الوسطى للحد الذي يزعج الولايات المتحدة التي لا طالما تعتبر المنطقة فنائها الخلفي. وبعد اجتماع خاص وقع الرئيس الصيني ونظيره البنمي خوان كارلوس فاريلا 19 اتفاقية، بينها اتفاقية ستقدم الصين بمقتضاها مساعدات لبنما غير قابلة للسداد لتنفيذ عدة مشروعات، ولكن لم يتم الكشف عن قيمة تلك المساعدات. كانت بنما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان في يونيو العام الماضي، وأقامت بدلا من ذلك علاقات مع الصين، وخلال هذه العام حازت جمهورية الدومينيكان والسلفادور نفس حزو بنما، وقد تفعل ذلك دول أخرى في المنطقة. انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العقوبات على فنزويلا خلال زيارة لكاراكاس، في حين دافع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن حق بلاده في تصدير الذهب بعد أن استهدفت عقوبات أمريكية الشهر الماضي شحناتها من المعدن. وفرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين فنزويليين تتهمهم بالفساد، ومنعت بعض المعاملات المالية مع حكومة مادورو التي تتهمها واشنطن والتسبب في انهيار اقتصادي. ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي على أمر تنفيذي يحظر على أي جهة في الولايات المتحدة التعامل مع كيانات أو أشخاص متورطين في مبيعات فاسدة أو خادعة للذهب من فنزويلا. وأصبحت تركيا هذا العام أكبر مستورد للذهب غير النقدي من فنزويلا. انطلق صاروخ روسي الصنع من طراز سويز من قاعدة بايكونور في قزاخستان، وعلى متنه طاقم من 3 أفراد، ليبدأ أول رحلة مأهولة لمحطة الفضاء الدولية منذ فشل مهمة بعد انطلاق الصاروخ في أكتوبر بسبب عطل. وانطلق الصاروخ سويز MS-11 وعلى متنه رائد الفضاء الروسي أوليج كونيكو، ورائدة الفضاء أني ماكلين من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، ورائد الفضاء ديفيد سان جاك من وكالة الفضاء الكندية. أما الآن مع الوقفة الرياضية. فاز الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم في عام 2018، ليكسر هيمنة كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة خلال العقد الأخير. وساعد مودريتش ريال مدريد على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي في مايو الماضي، قبل أن يقود كرواتيا إلى نهائي كأس العالم لأول مرة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة رغم خسارة النهائي ب4 أهداف مقابل هدفين أمام فرنسا. وتم صانع الألعاب الدولي رباعية جوائز فردية لعام 2018 بعد اختياره أفضل لاعب من الاتحادين الأوروبي ويفا والدولي الفيفا، وأفضل لاعب في مونديال 2018 في روسيا، حيث قاد منتخب بلاده إلى المواجهة النهائية للمرة الأولى في تاريخه. وتوج لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان امبابي بكأس كوبا لأفضل لاعب واعد لعام 2018، وذلك في حفل جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول المتخصصة. وانضم المهاجم السريع إلى نادي العاصمة في صيف 2017 قادما من موناكو في صفقة قدرت قيمتها ب 180 مليون يورو. هذا وحازت النرويجية أدا هيجربيرغ لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي بالكرة الذهبية للسيدات لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم، وتعتبر هذه الجائزة أول جائزة كرة ذهبية للسيدات في التاريخ. وصلنا إلى الختام، في أمان الله وحفظه.